مفيش شك إن راجل بيفهم واعي وفاهم المجتمع بتاعه وذكي ذكاء رهيب، وإلا ما كانش وصل للمكانة اللي هو فيها دلوقتي، وما كانش حقق كل النجاح اللي بيحصل في الشهرين اللي فاتوا على المستوى الخارجي. على مستويات تانية احنا ممكن نتناقش ونتخانق كمان، فالسياسة والاقتصاد لها ناسها بالتأكيد وهما الأقدر بالمناقشة. تصريحاته في الاجتماعات والندوات أكيد مهمة طبعا، وامبارح كانت برضو عنده شوية منها وقت كشف الهيئة بتاع كلية الشرطة، لكن بيفضل في تصريح مهم جدا لازم نقف عنده، مش بس لأنه مهم ولكنه فكرني بتصريح سابق له في نفس السياق حصل من سنتين تقريبا. العصر فترة التسعينيات وبدايتها يفتكر ان كان فيه مساحة مناسبة جدا لبعض المبدعين في انهم يعبروا عن نفسهم بشكل قوي. العصر الفترة دي عارف كويس ان الاستاذ وحيد حامد الله يرحمه ومع شريف عرفة ربنا يديله الصحة قدموا مع الزعيم اجمل افلام السينما المصرية لحد دلوقتي، افلام لمست وجدان كل مصري وقتها لانها عبرت عنه وعن مشاكله. والحكومة وقتها كانت ذكية جدا في إنها تسيب مساحة من الحرية يقدر بيها الشعب ينفس عن غضبه المكتوم، شعب مهزوم طول الوقت في الواقع، فما فيش مانع إنه ينتصر في الخيال. المبدعين التلاتة أدركوا ده جدا، بس في نفس الوقت كان عندهم فرصة كويسة إنهم يدقوا جرس إنذار للنظام على شيء ممكن يحصل في المستقبل. بمرور الوقت الدنيا بتتغير وبتحل محلهم أصوات لها هامش من الحرية قدمت نفس الدور بالظبط، لكن يظهر ان في حد بقى ما كانش عاجبه الهامش ده فقرر يقفلها ضب ومفتاح، فالنتيجة ان الضغط يرجع يزيد على الناس لحد ما يحصل الانفجار. اظن انه من الصعب جدا ان الناس تشوف فيلم معمول قبل الثورة ب20 سنة فتقوم عاملة ثورة. الناس بتنزل للشارع لأسباب وبتغضب لأسباب، وبالتالي فهي بتحب الأسباب وبتتجوز لأسباب وبتتطلق لأسباب. يمكن الرئيس كانت عنده وجهة نظر معينة، ولكن ما هيش حلها أبدا إني أمنع مسلسلات بعينها. المجتمع اللي بنسميه ايجيبت موجود في الواقع، صحيح مش كبير إنما موجود زيه زي اللي في القاع بالظبط، الاتنين موجودين في نفس البلد. فالحل بمنتهى البساطة إنك تعمل مسلسلات تعبر عن كل واحد مش أكتر ولا أقل، إذا كان ده الحل الصحيح. ولعل مسلسل كارثة طبيعية نجح بشكل كبير عشان لمس مع الناس جدا، شافوا فيه نفسهم جدا وبقى عندهم شغف يشوفوا مصير واحد منهم في النهاية. وعلى كل، إذا كنتوا خايفين على الناس من الدراما عشان تتطلق فما تقلقوش، الناس بتتفرج عليها من باب الترفيه مش أكتر. 40 دقيقة في اليوم من الترفيه مش هيخسروا، ففي الآخر محدش مركز. آسف على الإطالة وربنا يستر.